كلنا عارفين فاتن حمامة سيدة الشاشة المصرية، شخصية قوية وجادة وصارمة، ومش بطلة فقط في الأفلام لكن كانت بطلة خارج التمثيل، فكانت صوت الحرية وصوت الحب. حاربت كل ما يؤذي المرأة سواء بأعمالها الفنية أو خارج التمثيل. فاتن حمامة ارتقت بالذوق العام ورسخت للقيم والمبادئ من خلال أعمالها الفنية. تعرضت الفنانة فاتن حمامة لموقف محرج جدا في يوم من الأيام وهي في طريقها إلى تصوير أحد أعمالها الفنية. عايز تعرف التفاصيل؟ خليك معايا واسمع الفيديو ده. تحدثت الفنانة فاتن حمامة لمجلة الكواكب أثناء حوار صحفي وفتحت قلبها على الآخر. ومن ضمن المواقف اللي كشفت عنها الفنانة قالت: كنت بصور 3 أفلام في وقت واحد، وكنت أحيانا بصور بالليل في الشتاء، وده عمل لي برد شديد في معدتي، فاتصلت بطبيب أعرفه عشان يكتب لي دواء. المهم وقتها قال لي لما تروحي البيت وقبل النوم حطي مية سخنة في شنطة وسيبيها على بطنك شوية. وقالت كمان إنها اضطرت تعمل موضوع المية السخنة ده كل يوم لأنه ريحني كتير وخفف من المغص كتير. وقالت إنها استيقظت متأخرة عن موعدها في الاستوديو، فأسرعت لترتدي ملابسها ولم تتناول إفطارها. وتصادف في هذا اليوم أن تعطلت سيارتها وهو ما زاد من ارتباكها، واضطرت إلى طلب سيارة أجرة لتوصيلها للاستوديو. وبعد ما وصلت الفنانة فاتن حمامة للاستوديو لسه بتمد ايديها في الشنطة علشان تدفع الأجرة لسواق التاكس، اتفاجئت بأنها جابت معاها شنطة المية السخنة اللي بتعالج بيها معدتها ونسيت شنطتها في البيت. فزاد ارتباك النجمة وسواق التاكسي مات من الضحك، ولم يسعفها في هذا الموقف سوى وجود أحد عمال الاستوديو بالقرب من التاكسي. فنزلت فاتن حمامة بكل ثقة وطلبت منه أن يقرضها جنيها حتى تدفع الأجرة، وانطلقت بعدها مسرعة إلى الاستوديو وهي بتتلفت يمين وشمال. طب مين هي فاتن حمامة؟ ولدت فاتن حمامة في 27 مايو سنة 1931 بالمنصورة محافظة الدقهلية. بدأت مسيرتها الفنية عندما فازت بمسابقة أجمل طفلة في مصر. قرأ والدها إعلان للمخرج محمد كريم يطلب طفلة لدور بفيلم يوم سعيد أمام الفنان محمد عبد الوهاب، فكان دخولها الفن بالصدفة. اقتنع المخرج محمد كريم بموهبتها ورشحها لأول أدوارها أنيسة بفيلم يوم سعيد، وحققت الطفلة فاتن نجاح كبير وجذبت الأنظار لموهبتها. وبعد 4 سنوات استدعاها نفس المخرج لمرة تانية لتمثل بدور فيلم رصاصة في القلب سنة 1944. توقفت فاتن حمامة عن التمثيل سنة 2000 وكان آخر عمل ليها مسلسل وجه القمر، وأوصت بعدم إقامة عزاء ليها، ونعتها رئاسة الجمهورية في بيان وقالت إن مصر فقدت قيمة فنية كبيرة.